اعرف بقى ايه هي العيوب ديت علشان لو انت رايح تعمل تركيبة تاخد القرار الصح. اول مشكلة وهي ان لما نعمل التركيبة بنضطر ان احنا نبرد الدرس اللي قبله واللي بعد. البرد ده ساعات بيؤدي الى ان الدروس ديت يبقى فيها حساسية، فنضطر نعمل لها كمان علاج جذور. غير ان كمان برد الدرس ده بيبقى حاجة مش كويسة طبعا غير لو مضطرين، لكن دلوقتي درس سليم ومفيهوش اي مشكله ولا حتى تسوس. ليه ان احنا نبرده ونركب عليه حاجه؟ ما نسيبه زي ما ربنا خلقه احسن طبعا، مش محتاجه كلام. تاني مشكله التركيبه الثابته بتسببها عند بعض الناس هي ريحه الفم الكريهه. الريحه دي بتنتج عن حاجتين: يا اما ان التركيبه اللي معموله مش مقفله كويس قوي على اللثه ونازله كويس جدا قافله على اللثه كويس، وبالتالي سايبه فراغ، فالفراغ ده بيدخل فيه اكل وبيتراكم جواه وبيسبب رائحه فم كريهه. يا اما بيكون سبب الرائحه ديت ان المريض مش بيعتني باسنانه، مش بيغسل كويس جدا اسنانه، فطبيعي حتى لو مش عنده تركيبه ان يبقى عنده رائحه نفس